ان مفيش نقوشات بسبب ان الكتابة اتطورت مع الاسرة الستة. يعني قبل الاسرة الستة كانت الكتابة مش متطورة. طب ازاي؟ نرجع كده مع بعض كده ونشوف، نلاقي اصلا كذا اثر موجودين بتبين دقة الكتابة قبل الاسرة الستة، زي لوحة هسرع اللي موجودة في المتحف المصري، وده كان طبيب اسنان من الاسرة الثالثة. يعني ده كان دكتور اسنان وعامل نقوشات. تخيل بقى ملك يعني هيعمل ايه. تاني حاجة لقيناها برضه جداريات منقوشة وملونة من الاسرة الرابعة، ودي موجودة في متحف اللوفر في فرنسا. فكك بقى من كل ده، تعالى كده نرجع للاسرة الاولى. والملك مينا موحد القطرين اللوحة بتاعه لوحة مرمر، ودي انت لو بصيت على النقوش اللي فيها هتلاقي الكتابة كانت واصلة لدرجة مميزة جدا. بس هنقول ما علينا، الكتابة اتطورت مع الأسرة الستة، ماشي مفيش مشكلة. في بقى نفق موجود في سقارة، والنفق ده مشهور ان هو بيودي المقبرة